كان هناك ثعلب ذكي وماكر اسمه روني يعيش في الغابة. كان يعتبر بين الحيوانات بأنه الأذكى والأكثر ذكاءً. رأى الثعلب غراباً جالساً على فرع شجرة ويحمل قطعة من الجبن في منقاره. أراد الثعلب أن يأخذ الجبن من الغراب، لذا قرر استخدام ذكائه للحصول على الجبن. اقترب الثعلب من الغراب وقال بصوت محبب: أيها الغراب الجميل، ما أجمل ريشك وما أجمل صوتك. أتريد أن تسمعني أغنية جميلة؟ سر الغراب من الثناء وأراد أن يستمع للأغنية، فترك الجبن وفتح منقاره. استغل الثعلب الفرصة وأمسك بالجبن بسرعة وهرب به. عندما أدرك الغراب أنه وقع في فخ الثعلب، شعر بالأسف على طيشه وسذاجته. لقد فقد الجبن بسبب ثقته الزائدة في الثعلب. تعلم الغراب من هذه القصة أنه يجب أن يكون حذراً ولا يثق بسهولة في الآخرين، خاصة إذا كانوا أذكياء وماكرين. بعد أن هرب الثعلب بالجبن، كان يشعر بالفخر والسرور. ولكنه لم يكن يعلم أن هناك غراباً ذكياً آخر كان يراقب الموقف من بعيد. هذا الغراب الذكي كان يعرف طبع الثعلب ومكره، وقرر أن يعلمه درساً لا ينسى. اقترب الغراب الذكي من الثعلب وقال بصوت مرتفع: أيها الثعلب الذكي، لا تفرح كثيرا بالجبن الذي سرقته، فأنا كنت أراقبك وأعرف كيف ستتصرف. صدم الثعلب وأصابه الخجل والحرج. كان يشعر بالغضب لأنه سقط في فخ الغراب الذكي. قال الثعلب بصوت متعجب: كيف عرفت؟ لقد رأيتك تستخدم حيلتك القديمة مع الغراب الآخر، لكنني كنت أذكى ولا يمكن أن تخدعني. تذكر دائما أن الذكاء والحذر هما مفتاح النجاح. استفاد الثعلب من هذه القصة أن الذكاء والمكر ليس كافيين للنجاح، بل يجب أن يتمتع الشخص بالحذر والتركيز وعدم الاستهانة بذكاء الآخرين. وهكذا انتهت قصة الثعلب والغراب بدرس قيم يمكن أن يستفيد منه الجميع. وهكذا انتهت قصة الثعلب والغراب بدرس قيم يمكن أن يستفيد منه الجميع. انتهت قصتنا. انتظروا المزيد من القصص بإذن الله في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله.